وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه إلى يوم الدين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العلي العظيم. السادة أبناء الدوحة الهاشمية المحمدية الأجلاء، رؤساء القبائل، السادة الشيوخ ووجهاء العشائر العربية الكريمة، السادة الحضور الكرام مع حفظ الألقاب والمقامات والمواقع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم عشائر الدعوم أرحب بكم أجمل ترحيب، ويطيب لنا في هذا المساء المبارك وفي هذا اليوم الجمعة المبارك وفي هذا الشهر المبارك أن نلتقي جميعا في رحاب مدينة كربلاء المقدسة وفي ربوع عشائر الدعوم على المحبة والتعاون والإصلاح والسلام، اعتزازا وتقديرا واحتراما منا لكل أبناء العشائر العربية الأصيلة، والتي كان لها دورا متميزا منذ تأسيس الدولة العراقية وإلى يومنا هذا، وبالحفاظ على وحدة العراق شعبا وأرضا، والحفاظ على السلم المجتمعي وبناء المجتمع العراقي الرصين ومساندة وبناء مؤسسات الدولة. ولا بد لنا في هذه المناسبة أن نحيي السيد محافظ كربلاء المقدسة الأستاذ نصيف الخطاب المحترم لما قام به مع فريق عمله من الإداريين والمهندسين والفنيين في تطوير وإعمار مدينة سيد الشهداء الحسين وأخيه العباس عليهما السلام لما تستحقه هذه المدينة المقدسة نظرا لوفود الملايين من الزائرين لها سنويا. فله ولفريقه كل الاحترام والتقدير، ونشد على يده في المزيد من التطور والإبداع نتباهى بها بين المحافظات بفضل جهوده الجبارة المباركة خدمة لأبناء كربلاء الأوفياء. وكذلك تحية إجلال واحترام إلى أبناء العشائر العراقية في القوات المسلحة من الجيش والحشد والأجهزة الأمنية على اختلاف صنوفها التي ساهمت ولا زالت تساهم في دحر الإرهاب والشر والظلام. أخوتي الأكارم، يأتي لقاءنا هذا تجسيدا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، حيث تضافرت جهود السادة الأجلاء وشيوخ العشائر الكرام دائما وأبدا لحل النزاعات والمشاكل القائمة بمجتمعنا العراقي، حرصا منهم على سلامة المجتمع. وفي الختام أتقدم بالشكر والتقدير والثناء الكبير لكل من حل علينا ضيفا كريما معززا وتجشم عناء السفر من السادة الأجلاء وشيوخ العشائر الأكارم والمسؤولين المحترمين، ولكل الحضور الكريم المبارك. وفقنا الله وإياكم لعمل الخير والصلاح خدمة لعراقنا العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.